عليكم. آه، مش عارفه اقول ايه، بس بشكر ربنا ان انا عايشه في مصر، في البلد اللي المواطن بقى هو اول حاجه عندها. بشكر بلدي اللي لما اتصلت ب 105 ما سالوش غير حاجه واحده: رقمك القومي كام؟ وعملتي مسحه وتاكدتي انها كورونا ولا لا؟ ربع ساعة وهنكلمك نقول لك تتوجهي فين. ما سألوش أنا وظيفتي إيه، ما سألوش أي سؤال ليه علاقة غير برقمي القومي وسني وأنا عندي كورونا ولا لأ. الحقيقة ما كنتش متخيلة إن أنا هعيش. أنا وصلت بعد 8 أيام عذاب مع الكورونا، وصلت لدرجة إن أنا وشي كله أزرق. مش عارفة أشكر مين ولا مين، بس في الأول بشكر السيدة العظيمة وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد. بشكرك للي حضرتك اتحملتيه من ساعة توليكي الوزارة. انتي كما الرجال وأكتر، انتي عاشقة لبلدك، وده مش كلام، ده حاصل في كل اللي بنشوفه. أنا جيت في مستشفى حكومية وكنت في إيد أمينة. أنا الناس كلها كانت بتتعامل معايا على إن أنا تحدي وإني حرب، بيحاربوا عدو مش شايفينه، ما يعرفوش عنه معلومات كتير، بس كان عندهم تحدي إن لازم أخف وأرجع لبيتي وولادي. مش أنا لوحدي، مستشفى العزل هنا مليانة ناس عندها حالات بيتعاملوا بنفس الدقة، وناس سبقوني وخرجوا والحمد لله ربنا من عليهم بالشفاء، وده اداني امل. وناس لسه ربنا هيكرمهم ان شاء الله وهيخرجوا. انا بتعالج بواسطة دكاترة مصريين الله يكرمهم في صحتهم وفي عافيتهم وفي علمهم ويبارك لاهاليهم فيهم. الناس دي سايبة بيوتها وفي عزل، يعني في سجن. الناس دي بتقعد هنا مش بس 14 يوم زي ما انا كنت متخيله، في ناس فيهم بقالهم شهرين ما روحوش بيوتهم. في ستات هنا عندها اطفال سايبينهم عندهم سنتين. في امهات مستودعين الله ولادهم الدكاتره اللي كل ساعتين في دكتور بنفسه بيجي يتابع الحاله. اللي انا فهمته ان انا كنت على شفا الموت وربنا نجاني. دكتورة هالة، أنا بشكر حضرتك جدا وممتنة ليكي جدا، وبشكر بلدي إنها عالجتني بالمجان بلا أي مقابل. بشكر كل القيادات القائمين على خدمة المواطن المصري في وزارة الصحة. بشكر كل مستشفيات العزل، دول عايشين، الناس دي عايشة جوه الوباء، عايشين جوه الوباء، مفيش حد بيكل او يمل، كلهم مبتسمين، كلهم في تحدي، كلهم عايزين يثبتوا نجاحهم في الحالات بتاعتهم. انا بفضل الله داخله هنا ما عنديش اكسجين في جسمي، انا داخله مختنقه، مش عارفه اتكلم ولا انطق ولا اتنفس. انا بتكلم، انا خفيت، انا هرجع لبيتي وولادي وهسيب الناس هنا، كل الدكاتره وكل الممرضات وكل الحكيمات وكل المشرفين وكل المديرين والسيد مدير المستشفى دكتور طارق محمد والساده النواب، كل الناس قاعدين وانا مروحه بيتي لولادي، هم قاعدين بيكملوا الرساله بتاعتهم. الجنود اللي هنا دول لا يقلوا عن جنودنا اللي بيحاربوا اعدائنا على الحدود، هم كمان بيحاربوا عدو مجهول وقدها وقدود. تحيا مصر بعشاقها، وتحيا مصر بكل الناس اللي بتحب بلدها بجد، المتفانية بجد، اللي أنا مثال حي نقلوني بفضل الله من الموت للحياة. شكرا دكتورة هالة، شكرا لكل العاملين معاكي. السلام عليكم. خبر عاجل جدا: الفنانة نشوى مصطفى بثت الآن
على الهواء مباشرة إن هي تعافت من فيروس كورونا وإن هي بصحة جيدة، وده ببركة دعاء كل الناس اللي دعوا لها وكل الناس اللي بيحبوها، والحمد لله على شفائها. وده الفيديو الحصري بتاعها في البث المباشر. يلا يا جماعه تعالوا. السلام عليكم. انا دخلت هنا وانا بموت بفضل ربنا، بفضل دعواتكم، وبفضل الملائكه اللي موجودين دول كلهم. هكون مع الدكاتره. حضرتك قول للناس انا كنت جايه ازاي. على كل الناس يا رب دايما. بجد يعتبر انجاز من الانجازات اللي ربنا من علينا بيها في الايام الجميله دي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يمكن السيده نشوى كانت داخله بتصارع الموت بجد، تمام؟ يعني نسبه الاكسجين ضعيفه جدا في جسمها. المرض كان ابتدى في مرحله النشاط العاليه بتاعته، والحمد لله ربنا قدرنا وادانا الاسباب ان احنا نقدر نشتغل بيها كويس. كل الدكاتره المحترمين دلوقتي والتمريض اللي كانوا سهرانين ليل نهار بيدوا العلاج ليها والكل اللي زيها. الناس دي ما كانتش بتنام، الناس دي ما كانوش بيناموا نهائي عشاني. بابني دكتور محمد توفيق. قول للناس لما دخلت لي بعد ما تعافيت قلت لي ايه؟ الحمد لله ان ربنا نجاكي من فتره معينه. المرض ده في فتره معينه اللي هي فتره الالتهاب اللي بتسمى العاصفه. المريض لو دخل فيها يا بيتم شفاعه على خير يا اما بيروح الناحيه الثانيه. فالحمد لله ان ربنا نجاكي في الفتره دي والحمد لله الدنيا ماشيه على خير. ده بقى ابني، يا رب كل الشباب يبقوا زيه. ابني محمود، دكتور محمود، ربنا يكرمك يا رب. من فضلك قول للناس انت ازاي كنت بتهديني. احنا من اولنا طبقا لبروتوكول الوزاره وادينا كل الادويه الممكنه اللي ممكن تساعد الاستاذه نشوى ان هي تتعافى من هذا المرض، والحمد لله بفضل ربنا ثم بفضل البروتوكول بتاع وزاره الصحه اللي حاطينه اساتذه كبار. الاستاذه نشوى بقت كويسه وبفضل مجهود زمايلنا في المرور اليومي عليها. دايما الحمد لله كنا بنطمنها وبنقول لها ان حالتها كويسه، والدعم النفسي كان مهم جدا ليها. كان احد العوامل اللي خلتها تتعافى بسرعه هو الدعم النفسي والكلام الكويس والمعامله الكويسه ليها مننا ومنها لينا. دي كانت حاجه كويسه جدا منها، واحنا بنشكرها جدا على ذوقها واخلاقها جدا جدا. الاستاذه نشوى ما شاء الله يعني ما شفناش في اخلاقها والله العظيم. الله يخليك قبل كده ربنا يعني. يحميكم يا رب. حبايبي بقى، ابني يعني انا حسين، انا مش عارفه اشكرك ازاي والله. يعني ربنا يبارك لوالدتك ولاسرتك فيك يا رب. الله يخليك الله يخليك يا حبيبي. دكتور احمد محمد اسعد، انت حضرتك بقى كنت المسؤول عن الحاجات اللي هي مكافحه العدوى بقى والحاجات دي كلها، والشرح اللي حضرتك قعدت تشرحه لي. طبعا الحمد لله الف سلامه على حضرتك. واحنا طبعا هنا الحمد لله المرضى برغم ان حضرتك طبعا قيمه فنيه عاليه جدا، لكن المرضى هنا والله يشهد ربنا كلهم زي بعض بالظبط. واحنا هنا الحمد لله المنظومه اللي عاملها الدكتور طارق تحت اشراف وزاره الصحه منظومه قويه جدا، والحمد لله يعني حضرتك شفت الاثر يعني. انا ما شفتش، انا صحيت الحمد لله. دكتور احمد امبابي ده بقى ابني الصغير، ده اللي كان مسؤول عن رفع روحي المعنويه. انا داخله بموت وقال لي حضرتك ليه ما بتضحكيش؟ هتضحكي وقريب قوي هتطلعي من هنا وانتي احسن ما جيتي. وفي يوم قال لي لما تعافيت امبارح تحديدا، قال لي ايه ده يا مدام نشوى، انت نسبه الاكسجين بتاعتك بقت احسن مني. فبس قال ما شاء الله يعني. الحمد لله احنا فرحتنا ما تتوصفش بخروجك، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا والله، اهم من اي حاجه ثانيه. كفايه روحك الحلوه اللي كانت معانا، واحنا ما عملناش الا الواجب يعني، ده الواجب بتاعنا واحنا بس انت وعدتني تعزمني على فرحك ان شاء الله. انت اول واحده في فرحي ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يكرمك.
منال رئيس التمريض. مش منال يا حبيبتي. الست دي انا لو اختي معايا في العرض ما كانتش هتعمل. هي على فكره واحده من حوالي 12 نوبات، يعني نبطشيات مختلفه، فكلهم بلا استثناء كانوا محسسيني ان هم نضيوف عندي، مش محسسيني ابدا ان انا تقيله ولا ان انا مجهود ومشقه عليهم. انا في 4 سافروا من بالليل، من الساعه 2 بالليل للساعه 5 الصبح، بيعملوا لي كمادات في جسمي كله جنب الادويه اللي باخدها، لان الحراره كانت وصلت 40 ومش عايزه تنزل. اليوم ده انا حسيت ان انا قليله، حسيت ان انا ما بعملش حاجه وما اسويش حاجه جنب هيئه التمريض كلها، انا ما اسويش. المهم بقى اعظم حاجه الامرايه. ناهد دي اجمل بنوته في الحياه الحقيقه. انا فاكراها بنوته طلعت تيتا. لسه تيتا جديده، وده كانت مسؤوله عن انها بالاجبار بتاكلني. قالت لي الاكل هم يعني مسؤوليتهم العلاج، انا مسؤوليتي الاكل. والله العظيم الحمد لله على سلامتك. انا عايز اطيب المنى بدوام الصحه. تمام اوكي. ده التاج بتاع الشطار اللي بيخفوا. يا دكتور اخد بس الصوره الاول. دول حبايبي. الناس دي اخواتي بجد، اخواتي اللي ما جابتهمش امي. الناس دي كانوا سهرانين على راحتي 5 ايام تقريبا، ما بيناموش، وبيحسسوني ان انا هخف وهطلع من الحمد لله. انا بشكركم، ومهما عملنا يعني بزود فوق دماغي. السلام عليكم. خبر عاجل جدا. الفنانة نشوى مصطفى بثت الآن على الهواء مباشرة إن هي تعافت من فيروس كورونا وإن هي بصحة جيدة، وده ببركة دعاء كل الناس اللي دعوا لها وكل الناس اللي بيحبوها، والحمد لله على شفائها. وده الفيديو الحصري بتاعها في البث المباشر.